النهاردة هنعمل طريقة الزلابية بالخضار. بجد حاجة وهمية كده وطعمها خطير ومقرمشة وحاجة جديدة وخفيفة. يلا بينا كده نعرف المقادير دي. في طبق غويط بقى هنضيف بيضاية ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة من السكر ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وهنضيف كده كوباية مية ونقلب كويس. وبعد كده هنضيف كوباية وربع من الدقيق، وهنفضل نقلب لحد ما يديني القوام اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف. بعد كده هنضيف في الآخر معلقة كبيرة من النشا ونغطي كويس لحد ما تخمر معانا. بعد ما خمرت معانا بالشكل ده بنفضي الهواء اللي فيها وبنقلبها كويس جدا، ونبتدي نضيف الخضار بتاعنا. عبارة عن بقدونس وفلفل احمر وفلفل اخضر، وبنضيف كده بطاطساية مبشورة وبنصفي المية بتاعتها، وكمان مشكل من الجبن وموتزاريلا. وممكن تضيفي في الوصفة دي لانشون او جبنة رومي، بس لازم يكونوا متقطعين كويس جدا. بعد كده بنضيف في الاخر كده بصلاية متقطعة صغير جدا، وبنكمل تقليب. وبنرش بقى رشة من الملح والفلفل الأسود. وطبعا لازم تقلبي فيها كويس جدا، لأن كل ما بتقعد بتخمر معانا، وإحنا لازم نفضي الهواء اللي جواها. بعد كده طبعا بنجيب بقى زيت غزير، وطبعا بنشكلها كده بمعلقة غويطة، وممكن تحطيها بشكل عشوائي عادي مفيش أي مشكلة. الزلابية دي زلابية خضار مش حلويات، يعني ممكن تضيفيها كده بشكل عشوائي، مش لازم شكل معين. هنا بقى عملت كده على قد ما اقدر كور بسيطة، يعني حسب ما قدرت ان انا اعمل بالمعلقة بتاعتي. طلعت بقى لونها ذهبي وحلوة جدا وكمان مقرمشة وطعمها خطير، مش قادرة اقول لكم بجد طعمها حلو قوي. هبتدي بقى كده ارصها في الطبق بتاعي، وبعد كده هرش شوية من الخضرة علشان تدي شكل حلو قوي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد طالعة حلوة جدا ومقرمشة. ولازم كمان تصفيها في مصفى علشان خاطر ما تشربش الزيت، والزيت يتصفى براحته علشان كمان تحتفظ بقرمشتها وتبقى طعمها خطير. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لكل الناس علشان يوصل لهم كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد.